لو دواسة الفرامل عندك طرية وكل شوية بتروح للميكانيكي عشان يظبطها وياخد لها هوا وبعد فترة بترجع تاني، كمل بقى معايا الفيديو وانا هقول لك السبب. زي ما قلنا قبل كده ان كل سوائل العربية بتتغير بما فيها سائل او زيت الفرامل. سائل الفرامل زيه زي اي سائل ليه خواص وبيفقدها مع الوقت، ومن ضمن خصائصه انه بيمتص الرطوبة بشكل سريع جدا، وده اللي بيحصل جوه دورة الفرامل عندك. بالرغم انها دورة مغلقة الا ان مع مرور الوقت وحرارة التيل والطنابير بسبب الفرامل الكتير بتبدأ تأثر على الزيت، ومع الوقت بيفقد الخواص بتاعته وبيبدأ بالوصول لنقطة الغليان بتاعته. وكمان مع امتصاصه لشوية رطوبة بتحصل كل ما تفك الخزنة بتاعة الفرامل، زيت الفرامل بيبدأ يعمل فقاعات هواء صغيرة جوه دورة الفرامل. الهواء ده بيبقى قابل للانضغاط، فبيأثر على قوة الفرامل عندك وبيخليك تحتاج تدوس أكتر علشان توقف العربية. وكمان زيت الفرامل مع الوقت لما بيفقد خواصه بيأثر على الجلود والصبابات اللي موجودة جوه دورة الفرامل، وممكن يبوظها أو يأثر على طريقة عملها. فالأفضل إنك تغير سائل الفرامل على حسب كتالوج صيانة عربيتك، ولو أنت يا سيدي مش معاك الكتالوج فغيره كل سنتين أو كل 40 ل 50 ألف كيلو. وسعره على فكرة مش غالي، التغييرة كلها على بعض مش هتكلفك 500 جنيه. وخلي بالك ما تحطش أي زيت فرامل، هتلاقي قربة الزيت عندك في العربية مكتوب عليها مواصفة زيت الفرامل اللي المفروض يتحط، سواء دوت 3 أو دوت 4 أو دوت 5.1. وما ينفعش تحط زيت دوت 3 في عربية بتاخد دوت 4، بس العكس ممكن يحصل، وده مش هيعمل لك أي مشكلة إطلاقا.